الفرصة الذهبية. ورغم التحذيرات الرئاسية من مصر بتستعد لفرصة تاريخية في نفس الوقت. وزير النقل الفريق كامل الوزير أكد أن الحكومة المصرية بتضع تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت على رأس أولوياتها، وأن كافة الاستثمارات في قطاع المواني ظهر يتم تنفيذه بأموال مصرية خالصة مع طرح المشروعات الإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي. الأرقام اللي بتتحدث عن نفسها: 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بيتم إنشائهم على مستوى الجمهورية لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية، 7 مرات لوجستية تنموية متكاملة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبكة سكك حديدية حديثة، منها ممر السخنة الإسكندرية وممر العريش طابة وممر طنطا المنصورة دمياط، شبكة قطار سريع بطول 2000 كيلومتر هتزيد ل 2250 كيلومتر بعد إضافة خط رابع، وقدرة على نقل 13 مليون طن بضائع سنويا مقابل 4 ل 5 مليون طن تم نقلهم من طريق شبكة السكة الحديد. إجمالي أطوال الأرصفة في المواني البحرية هيصل لأكثر من 100 كيلومتر، يستوعب 400 مليون طن سنويا بدل من 185 مليون طن، 40 مليون حاوية بدل من 12 مليون حاوية، منهم 10 مليون حاوية ترانزيت سنويا. يعني إيه الكلام ده؟ فرصة الترانزيت في خلال الأزمة. المفاجأة الأكبر محطة دمياط الجديدة. في 14 فبراير 2026 يعني من أقل من كام شهر انطلق التشغيل التجريبي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط بحضور وزير النقل ومشاركة قيادات التحالف العالمي المشغل للمحطة. المحطة دي استثماراتها 600 مليون دولار من تحالف يضم عمالقة النقل البحري في العالم. إمكانيات المحطة أرصفة عملاقة بطول 1970 متر، أعماق استثنائية ب 18 متر مما يسمح لاستقبال أضخم السفن الحاويات في العالم، مساحة شاسعة 922 ألف متر مربع، طاقة استيعابية ل 3.5 مليون حاوية سنويا. والجميل إن محطة مصممة بحيث تكون جزء من ممر طنطا المنصورة دمياط اللوجستي المتكامل اللي هيربط ما بين المحطة اللوجستية بطنطا وشبكة السكة الحديد والميناء الجاف بدمياط الجديدة وصولا إلى ميناء دمياط. ومش بس دمياط، في كمان مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1200 متر وعمق 18 متر وطاقة استيعابية تصل ل 1.5 مليون حاوية سنويا، الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت. في النهاية مصر قدامها فرصة تاريخية إنها تمسك بتجارة الترانزيت اللي بتتحول عن مسارها بسبب الحرب. البنية التحتية اللي أثبتت إن على مدار السنين بدأت تظهر محطات حاويات جديدة ومواني جافة وشبكة قطارات سريعة وممرات لوجستية متكاملة، لكن في نفس الوقت البلد بتواجه تحديات داخلية كبيرة زي انخفاض إيرادات قناة السويس اللي ممكن توصل لخسارة 7 مليار دولار سنويا لو استمرت الأزمة، ارتفاع فاتورة الاستيراد وضغط على العملة المحلية. السؤال الحقيقي: هل هتقدر مصر تستغل المكسب الجيوسياسي عشان تعوض الخسائر الاقتصادية؟ الإجابة هتتحدد في الأسابيع اللي جاية.